وانتم طيبين، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا، وحشني الكلام معاكم قوي قوي قوي. رمضان كريم، رمضان كريم كريم عليكم وعلينا اجمعين. آم، الفيديو ده انا عاملاه مخصوص علشان يعني حابه ان انا اتكلم. يعني قلبي موجوع شويه، وحابه اكلمكم كده قد ايه ربنا سبحانه وتعالى بيبقى رحيم بعباده، قد ايه سبحانه وتعالى بيخفف عنا، قد ايه حتى لو ابتلانا بمرض او او ابتلانا يعني بشيء زي ما احنا بنقول بيقدرنا ويعذبنا في الدنيا. قد ايه ربنا سبحانه وتعالى يعني الهمسه الوجعه، قد ايه ربنا سبحانه وتعالى بيخفف عنا المنا وبيخفف عنا ذنوبنا بالالم اللي احنا بنتألم. الفيديو ده لابن خالتي الغالي. ابن خالتي اكبر مني بحاجه بسيطه خالص، يعني هو شاب صغير، ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنه. ابن خالتي توفاه الله يوم 15 شعبان. كنا قريبين من بعض جدا كلنا، انا وولاد خالتي دول كنا قريبين قوي، بنروح لبعض كتير، من اقرب، يعني هم اقرب ولاد خاله لينا بحكم السن برضو، وبحكم يعني صداقة الأهل، يعني فاهمين، أو قرب سن الأهل، يعني حتى الأختين قريبين من بعض في السن وجوازتهم كده يعني. افتكرت له حاجات كتير قوي. هو كان إنسان طيب جدا لأبعد الحدود، إنسان مسالم، يعني إنسان ودود حتى بإخواته، شيء كده جميل. عارفين الصبيان اللي مش غلسين، الصبيان اللي مش حاميين كده على إخواتهم كده، فاهمين؟ جميل قوي قوي، يعني الله يرحمه يا رب ويحسن اليه. حبيب اتعذب كتير قوي قوي من وهو صغير، طبعا نتيجه ان هما جواز قرايب، فبالتالي طبعا بيبقى فيه شويه امراض كده. فهو عانى كتير بصراحه، عانى من مرض الفشل الكلوي من صغره، عنده مشكله في الكلى وعانى منها. الله يرحمك. كان هو بدأ طبعا من كتر العلاج وكتر غسيل الكلى وحاجات كده، مش عايزه اتكلم في تفاصيل، بس يعني كانت بشرته غمقت، حاجات كده حصلت يعني. فما شاء الله، الله اكبر الله اكبر. كل اللي بيتكلم وكل اللي شافه في وفاته او بعد وفاته، اللي مسموح لهم طبعا، لان احنا من الناس اللي ما كانش مسموح لي، طبعا انا بنت خالته فمش مسموح لي. كل اللي شافه قال رجع بيبي صغير ببشرة شاب صغير، بشرة فاتحة، فالواحد كان مستغرب ببسمة على وجهه. قد ايه ربنا سبحانه وتعالى خفف عنه ألمه، قد ايه هو شايف الدنيا حلوة هناك، واحنا طبعا في حزن شديد عليه. حبيت ان انا اذكره في فيديو لوحده. حبيت ان انا اقول يا رب يا رب عوضه عن دنيته اللي حقيقي يعني ما عملش حاجة فيها من الحاجات اللي بيعملوها الشباب بقى، لا تزوج ولا كان عايش مبسوط، يعني دايما تعبان، دايما في ألم. بق المية كان بحساب، الأكلة كانت بحساب. هو قال أنا عايز أرتاح، يعني عايز أرتاح بقى. فأنا فرحانة له. الوجع بيبقى في قلوب الناس اللي عشرته، لأن هو إنسان طيب قوي قوي. يعني لو تشوفوا كم من الناس اللي كانوا بيعيطوا عليه، الممرضات اللي كانوا بيبقوا معاه في الغسيل، تعرفوا البني آدم ده قد إيه كان طيب، وقد إيه كان حنين، وقد إيه كان عطوف. الله يرحمك يا ابن خالتي، ويجعل مسواك الجنة يا رب، ويصبر اخواتك البنات على فراقك. انت كنت الظهر والسند ليهم، وحقيقي كنت سند جميل ليهم. الله يرحمك يا ابن خالتي، وهفضل اذكرك دايما بالخير.